المغرب كيسجل اول حاله لجدري القرده، الكارثه اللي كتحذر منها منظمه الصحه العالميه هذه شهور وقعت. نقلا عن التلفزيون الرسمي المغربي تعلن تسجيل أول حالة إصابة بجدري القردة. نيضه قرباله في الاعلام كامل كيدوي على هذه الكارثه الجديده والناس خايفين منها. ولينا خايفين ثاني عاوتاني من انتشار هذا المرض يبدا ينتشر عندنا هنا مع لي زافريكان تيدخلوا عندنا بزاف داكشي. هذا الفيروس كيحول الشخص من شخص عادي الى شخص مشوه. هذا الخبر ديال اول حاله لجدري القرده في المغرب تصدر من وزاره الصحه المغربيه، وكتقول الصحف ان اول حاله تسجلت في مدينه مراكش، وكتقول ان الحاله ديال الشخص مستقره والناس اللي تحتكوا به ما بانت فيهم حتى شي اعراض، والمريض دار ليه حجر صحي. وفاش كتسمع حجر صحي اش كتفكر جلبه، كتفكر الورقه ديال الخروج من الدار، كتفكر الكمامه، كتفكر الاكتئاب ديال الدار، كتفكر كورونا. هذا واحد الفيروس مختلف تماما عن فيروس كورونا. ربما كيشاكوا في بعض الحوايج بحال الطريقه باش كينتقل وكيفاش كيؤدي حتى هو الموت في بعض الحالات، ولكن في الاخير هما مختلفين. في هذا الفيديو غادي نعرفوا كيفاش داير الفيروس وكيفاش كينتقل، وغادي نعرفوا منين جا، واش كاينه امكانيه انه يولي بحال كورونا، واشنا هي الاعراض ديالو. ولكن قبل ما نبداو في الفيديو ديالنا بغيت نقول لك بلي راه بديت واحد القناه في يوتيوب، هي هذه اللي كتشوف في الشاشه. ما كاش تدخل عندي لتما ودير اشتراك ودعم المحتوى ديالنا باللي قدرتي عليه، دير لايك، دير ابوني، دير اي حاجه باش تدعم هذا المحتوى. وخاصك تعرف ان من غير الدعم ديالكم الزرق بالدارجه ما كاينش، ومستحيل نطور هذا المحتوى بلا بيكم. دابا خلينا نبداو. تفشى ومنظمة الصحة العالمية أعلنت حالة طوارئ. في الأسابيع الأخيرة خرجت منظمة الصحة العالمية وأعلنت على حالة طوارئ عالمية بسبب هذا الفيروس. هادشي كان قبل أسابيع، ونهار 12 تنبير المغرب أعلن على أول حالة لجدري القردة في المغرب. الفيروس اللي بطبيعة الحال ماشي جديد، بزاف ديال الناس كيعتقدوا أن هذا الفيروس جديد، ولكن الحقيقة كتقول بلي الفيروس ديجا كاين هذه عقود. وغادي نصدمك إلا قلت لك بلي تاريخ أول ظهور ليه كان في الخمسينيات ديال القرن الماضي، وتحديدا في سنة 1958 في الدنمارك، وبان أول مرة في بعض القرود اللي كانت كتستعمل اغراض البحث. الفيروس في ديك الساعات كان غير في القرده، اما اول حاله بشريه فكانت من بعد 12 سنه، وتسجلت في عام 1970 في جمهوريه الكونغو الديمقراطيه، يعني في قلب القاره السمراء. وتسجلت لواحد الطفل كيبلغ العمر ديالو 9 شهور. ومن بعد بدا الفيروس كيبان في عده مناطق في وسط وغرب افريقيا. وفي الفتره الممتده ما بين 1981 و 1986 تم تسجيل اكثر من 300 حاله اصابه بشريه، وهادشي كان غير في دوله الكونغو. والمصيبه الكبيره اغلب الحالات جات كنتيجه للاحتكاك بالحيوانات اللي ديجا مصابه بهذا الفيروس، بحال السناجب والفيران. وفي هذا القرن اللي حنا فيه، يعني في القرن 21 هادشي تزاد. وغادي ناخذ نيجيريا على سبيل المثال في عام 2017 شهدت جدري القرده واحد الانتشار خيالي في ديك الدوله، وبزاف ديال الناس تصابوا به، شي اللي كيعكس عوده الفيروس بقوه في المنطقه. المهم البؤره ديال الفيروس هي افريقيا، الكونغو، نيجيريا وافريقيا الوسطى، ومن بعد ولا عالمي، وتحديدا في سنه 2022. في السنه الفيروس قرر انه يخرج من افريقيا، وسافر للولايات المتحده الامريكيه واوروبا وكندا. والكارثه هنا هي ان الفيروس ما بقاش كينتشر بالاحتكاك بالحيوانات. الامريكيين والاوروبيين ما عندهمش الاحتكاك بالسناجب والفيران والقروده. الفيروس كان كينتقل بالاحتكاك الجسدي بين الناس بما فيه الانشطه الجنسيه. والدراسات اللي دارت بينت ان الفيروس تطور باش تكون عنده القدره باش ينتقل بين البشر في ساعه، مقارنه بالسلالات السابقه اللي كانت كتنتقل بين الحيوان والبشر. وهنا فين خاصنا ضروري نوقفوا باش نطرحوا واحد السؤال مهم، وهما اشنو هما الحالات اللي كينتقل بها هذا الفيروس. باش نجاوبوا على السؤال خاصنا ضروري نرجعوا للمقال ديال منظمه الصحه العالميه، المقال اللي مبني على الدراسات والابحاث العلميه. منظمه الصحه العالميه كتقول انه كينتقل من خلال اللمس، تقبيل وممارسه الجنس، كينتقل من خلال صيد الحيوانات او سلخها او طهيها، وكذلك كينتقل بالمواد بحال الاوراق او الملابس او الابر الملوثه، وكذلك كينتقل من الام المصابه بالفيروس لولدها، والشيء اللي كيخليه ينتشر بين الناس كما تنتشر النار في الهشيم. وهنا فين خاصنا عاوتاني نطرحوا واحد السؤال مهم واكثر اهميه من السؤال الاول، وهو كيفاش كيكون الشخص المصاب، باش كيحس واشنو هما الاعراض ديالو، وكيفاش كيكون الشكل ديالو. هنا فين بغيتك تسمعني مزيان وتعطيني ودنيك باش تعرف كاع المعلومات اللازمه على هذه الكارثه العالميه القادمه. الشكل ديال الشخص المصاب كيكون بحال كما كتشوف في الصور، كيكون كله حبوب وما فيه ما يتشاف. اما بالنسبه للاعراض فحسب ما جا في واحد المقال تنشر في الموقع الرسمي لجامعه اريزونا الامريكيه، اعراض مرض جدري القرده كتشبه الى حد كبير اعراض الجدري البشري. وكتبدا الاعراض في السخانه، كتطلع الحراره ديال جسم الانسان، من بعد كيتبع واحد الصداع شديد، يعني الانسان كيضرو راسو، من بعد كيحس بالام في العضلات، وكذلك كيبدا عنده التورم في الغدد اللمفاويه. حسب نفس المقال فهو اللي كيميز جدري القرده عن الجدري البشري. كيبدا هذا الانتفاخ كيبان على الانسان في الغدد اللمفاويه في الرقبه وتحت الابطين والفخذ، وكذلك المريض كيحس بالارهاق، العيا على الجهه. ومن بعد نهار 3 ايام ديال السخانه كيبداو يبانوا دوك الحبوب على الجلد، وغالبا كيبداو من الوجه ثم كيشمل باقي اجزاء الجسم. وفي بعض الحالات هذا الفيروس كيقدر يخلق المريض مضاعفات خطيره بحال الالتهابات ديال الرئه او ديال الدماغ.
صحيح ان جدري القرده كيتصنف حتى هو كفيروس، الا انه كيختلف على كورونا. هو خطير ولكن كيتسبب في معدلات الوفيات اقل بكثير مقارنه بفيروس كورونا، الفيروس اللي كينشل العالم واحد الفتره طويله. ولكن بالرغم من هادشي كامل، الا ان منظمه الصحه العالميه وحسب ما قال المدير ديالها فهو مصنف كفيروس، وكيستدعي اعلان حاله طوارئ صحيه عالميه باش كاع الدول ديال العالم يردوا البال من هذا الفيروس قبل ما ينتشر بشكل كبير. وفي الاخير كنتمنوا من الله يحفظ الجميع من هذه الكارثه. وختاما ما تنساش تدوز عندي اليوتيوب الا كنت كتفرج من فيسبوك، حيت من غير الدعم ديالك من المستحيل نطور من هذا المحتوى، ومن المستحيل اننا نشوف واحد المحتوى مغربي راقي.